السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم خاوتي نهضروا على موضوع راهو يفور الدم، واللي هو ارتفاع أسعار سكنات عدد 3 والتغيير المحتمل في السعر والدفعة الأولى. بصراحة خاوتي المواطن راهو مخنوق، وكل يوم نفيقوا على زيادة جديدة. سكن بغينا نعرف اسكو هذا سكن اجتماعي موجه للطبقة المتوسطة ولا أصبح سكن الأغنياء؟ كيفاش شاب دخله محدود ولا موظف بسيط يخلص مثلا خاوتي 30,000 دينار أو 40,000 دينار يخلص دفعة أولى مرتفعة، يعني 34 مليون و 43 مليون، وهو أصلا يعاني من الغلاء في كل شيء. الأسعار طالعة والأجور ضعيفة والقدرة الشرائية خاوتي ما راهش تعجب، وزيدوا لها السكن. إذا الأسعار تزيد لازم تكون توضيحات صريحة وحلول حقيقية، ماشي غير وعود. المواطن راهو يطلب حقه وما راش يطلب في المستحيل. يعني خاوتي المواطن راه باغي سكن بسعر معقول. واش راكم خاوتي؟ هل عدد 3 راهي بقات مشروع اجتماعي ولا أصبح حلم بعيد المنال؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات. فضلا خاوتي وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.